مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في عدد جديد من حصتكم الأسبوعية الحكم الخامس. موضوعنا لنهار اليوم سيكون حول تتويج شباب الوزداد بلقب البطولة الوطنية الجزائرية لموسم 2020-2021 للمرة الثانية على التوالي والمرة الثامنة في تاريخه العريق. أما الآن متابعينا، يلا تابعوا معنا آراء أنصار شباب الوزداد حول هذا التتويج المستحق لفريقهم. الكوفي زيقا سيدي محمد بيك بلاك اللافين حفظ الروشات بحشمش الكوفي وزيقا وسيدي محمد. شباب الوزداد يحقق ثاني تتويج لهذه السنة، كيفاش هو شعوركم انتم كأنصار الفريق؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك تتويج هذا المستحق عن جدارة واستحقاق لكل الجماهير شباب الوزداد، سواء كما نقولوا هنا في بيلكور كما نقولوا من الدخله الخارجه، ولا في الجزائر ككل، ولا حتى خارج الجزائر. ورانا شفنا الانصار تاعنا باللي عندنا خارج الجزائر وحتى في اوروبا كما نقولوا. مبروك علينا التتويج هذا اللي كان عند كما نقولوا بعد طيله موسم شاق، وشباب الوزداد زاد حطم رقم قياسي اللي هو 79 نقطة. شباب الوزداد معروف تحطيم الأرقام القياسية، كل رقم قياسي يحطمه. لحد الآن واحد مازال ما حطم أرقام تاع شباب الوزداد. أنا واش نقول لك، الفوز بالبطولة هذا، الناس اللي راهي تقول كما نقولوا العام اللي فات قالت الكورونا وما يشبه، وناس خلطت في الهضرة كما نقولوا، هذا العام دينا عن جدارة واستحقاق تاعنا كأنصار. وحنا والفنا ليتيت كما نقولوا والفنا ليتيت، ماشي حاجه جديده علينا هذه. حنا شغل 4 سنين الاخرين هادو، انا من 2010 دينا كوب دالجيري، 2019 كوب دالجيري، العام اللي فات سوبر كوب وشامبيونا. العام اللي فات شامبيونا، هذا العام بدينا بسوبر كوب كملناها بشامبيونا، ومازال ان شاء الله جايه سوبر كوب ان شاء الله نزيدو ندوها مع شبيبه القبائل. السي ار بي هذا العام اللي تحكموا كما نقولوا لي غلق زوج اللي يفتح 4، وبرهنت على هذا في الجولات الاخيره. الملاحقين المنافسين مباشرين ما نكذبش عليك، انا كانوا ساهلين بزاف. كنت كمل الشامبيون هذوك 20 ماتش واحد ما يربحنا. حنا رانا نبازيو ان شاء الله على البطوله الافريقيه اللي راهي جايتنا ان شاء الله. وكما نقولوا الاحتفالات ما زالت متواصله في المعاقد تاع الوزداد، وهذا والو كما نقولوا حنا عندنا عراقه في هذا الشيء. ديناها كما يقولوا فرسي، وتوحشنا اصطاد، وكما يقولوا تريح في العاصمه لهنايا. وانا فرحانين بزاف بهذا اللقب، والعام الجاي ان شاء الله يزيدوا يخدموا ويزيدوا يجيبوا لنا القاب واحد اخرين وبصحتنا تامنا. وبالنسبه لامير سعيد نورمالمون ما يروحش، نورمالمون يريح في الشباب، خاطر جاب لنا اللقب هذا، و21 بيت ماشي سهله بالنسبه للجوار هذا، جوار ماشي عادي كما يقولوا. هداف البطوله الوطنيه وهداف بطوله افريقيه، نعم. وكما يقولوا بصحتنا، وامير سعيد يعطيك الصحه. مبروك علينا، اخر كلمه. وجانا المرضى الله شاء الله يبعدوا علينا، لحدينا المرضى هذا. شركه المدار هذه كتر خيرهم، سمع يعني داروا واجب تاعهم. وش نقول لك ثاني، كل جوار راهم يروحوا ولا يجوا الله يسهل عليهم. دوك ما هذا اسمه سعيود ولا حاب يروح السعوديه، مرحبا به. خدم الفريق هذا، خدمنا هذا المرضى الكوفريفو هذايا، مالاش نروحوا للسطاد، ودينا الشامبيونا بصحتنا. واش راح نقول اختي، دينا مبروك اللي مازال ان شاء الله. نورمالمون امير سعيد ما يراش من السي ار بي، معليش واحد موافق له في السعوديه، مي كان هداف تاع السي ار بي، هداف الشامبيونات تاع الجزائريه، ما كانش ليه حق القاب تاعو في الجزائر، ما كانش. رساله للجوار يعطيكم الصحه وفرحتونا، وان شاء الله لما اكثر. رساله للجوار نقول لهم يعطيكم الصحه، شمختوا تريكم، كنتوا افدين علام شباب الوزداد، شغل فريق كبير بزاف وثقيل. شمختوا حنا الحمد لله، شغل ما خدمناش ليا، جبناها بعرقنا حتى الماتش الاخر، حتى مع الياسمون. سما يعطيهم الصحه بزاف، وسعيد شغل حنا فهمناه كبير محتم عليه يروح.
كيف فهمتني؟ تسمى لو كان هو هو في عمره دوك 30 سنه، تسمى ماشي اللي يروح لوروب ولا يروح يدير كش عفسه، تسمى محتم عليه يروح انتما تيك السعوديه باش يزيد يخدم بزاف. انا نسكن في الحراج ومبروك عليهم وجابوها بعرقهم وربي يحفظهم وان شاء الله تتويج كما يقول لك تاسع ان شاء الله. وانا اللي عجبني في سي ار بي سعيود تاعي بزاف سعيود. الحمد لله يا ربي جميع بالوزداد يا فرحان. بالنسبة للاحتفالات برمجتم ربما يوم تحتفلوا فيه كما السنة الماضية؟ باينة انا شغل كل يوم نحتفلوا شوف بهاد اللقب في 7 ايام و7 ليالي كل يوم احتفال 7 ايام و7 ليالي هكذا واش هم يقولوا نهار الاربعاء ان شاء الله نرفدوه، نهار الاربعاء ان شاء الله نرفدوه. احنا ليالينا الاحتفال انا هنايا كلش انا كلش السلام اللي فاتنا نعبدوها وانا كل يوم ننفسخوا وانا كل يوم نديروا وانا كل يوم نديفيلي والحمد جماعة ايكيب اللي كان يقول على سعيود كبير، سعيود ميور 10 في الجزائر، ميور جوار في البطولة الوطنية. والعشرة ما كاش اللي يقدر يرفدها ابار سعيود. ولي جوار يعطيكم الصحة. سي ار بي لو كرون شباب خرجت لي جوار كاع راحوا لوروب، منهم اسلام سليماني شكون صوفاه. سي ار بي كان يقولوا ما يعرفش يلعب البالون. لي كرون جوار وسي ار بي تخرج اجيال واجيال، ما عندنا سعيود عندنا بالخير. ما كاش بالخير كاين تابتي. امير سعيود يعطيه الصحه خدم شباب الوزداد، وامير سعيود شباب الوزداد عاود حياته كما نقولوا عاود رجع لها الخير، وبسبته كما نقولوا بسبه اللاعبين الاخرين دا البطوله، ويعطيه الصحه ونعطوا له كما نقولوا الله يعطي له ما يتمنى ويكثر خيره وربي يوفقه في النادي تاعو الجديد. حنا ما نحقدوش على اللي جوار ولا بصحته راح شاف ما خير وشاف الوجهه تاعو. حنا ما نحرموا اي واحد، حنا ما مجان صغير يلعب عندنا حب يحترف في اوروبا ما نحرموش بصحته، ما قريتو برز عندنا بصحته. حنا ما نحزوش لي جوار. والسي ار بي ما راح سعيود يجي 1000 سعيود. جوار يعطيهم الصحه، وكاين دو جوار ما سمحوش في السي ار بي، بلال تاريكات وحسين سلمي. احنا كنا معاهم قلنا لهم احنا نجبدوا من جبنا ونعاونوكم. وشعيب كداد هاو حقك ميور دفاع في الجزائر، هو سفيان بوشار ميور دفاع في الجزائر. حسين سلمي ميور ميليو عجبني انايا في السي ار بي، ومازال يزيد الخدمه تاعو يزيد يبين اكثر واكثر، خاطرش هو هو من جا السي ار بي هو يخرج في قلبه باش يصوفيها وباش يعاونها. سلمي الحمد لله يا ربي وقف معنا. كاين تانيك بزاف اللي جوا، كاين بولاخوا، كاين بزاف اللي جوا قعدوا معنا مالغريتو كي كنا في النزاعات كما يقولوا، كنا في النزاعات ووقفوا مع ليكيب وما راحوش وخلاونا. الحمد لله يا ربي شغل نقول لهم يعطيكم الصحه بزاف وقال لي جوا وقال لي كيف وقفتوا معانا وحنا وقفنا معاكم عاوناكم، نتوما درتوا واش حبينا شمختوا لنا تبعيكم لو شباب طلعتوا له علام والحمد لله يا ربي. أوفياء قناة الوطن كما كنتم تتابعون معي، كانت هذه آراء أنصار شباب بالوزداد حول موضوعنا لنهار اليوم. لجميع اقتراحاتكم تواصلوا معنا عبر الصفحة الظاهرة أسفل الشاشة. نلتقي الأسبوع القادم في موضوع جديد، وسلام.